الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإذا تسوت الصفوف من تمام الصلاة استووا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا الحمد كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan sebuah kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari ilmu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa mautul alimi musibatun la tujbaru wa thulmatun la tusaddu wa huwa najmun tumisa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti dan merupakan retak yang tidak dapat ditambal. Ia bagaikan sebuah bintang yang tidak lagi bersinar. Kematian satu kabilah lebih ringan daripada kematian satu orang alim. Penggalan hadis riwayat Baihaqi. Diulangi dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti dan merupakan retak yang tidak dapat ditambal. Ia bagaikan sebuah bintang yang tidak dapat bersinar lagi. Kematian satu kabilah lebih ringan daripada kematian satu orang alim. Penggalan hadis riwayat Baihaqi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna masalal ulama'i fil ardi kamasalin nujumi fis sama'i yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahr fa idzan tamasatin nujumu aw syaka an tadillal huda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan para ulama di muka bumi bagaikan bintang-bintang di langit yang dapat dijadikan petunjuk pedoman arah dalam kegelapan, baik di darat maupun di lautan. Apabila bintang-bintang itu tidak bersinar lagi, maka tidak lama lagi orang-orang akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan para ulama di muka bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang dapat dijadikan petunjuk pedoman arah dalam kegelapan, baik di daratan maupun di lautan. Apabila bintang-bintang itu tidak bersinar lagi, maka tidak lama lagi orang-orang yang mencari arah akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang alim paham agama lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang alim paham agama lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. An Nabi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ugdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisah fatahlika wal khamisatu an tubghidal ilma wa ahlah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu sebagai salah seorang di antara 4, yaitu orang alim yang mengajarkan ilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang membenci ilmu dan para alim, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu sebagai salah seorang di antara 4,
orang alim yang mengajarkan ilmu, atau orang yang mencari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah kamu menjadi yang kelima, maka kamu akan celaka. Yang kelima itu adalah orang yang membenci ilmu dan ahli ilmu atau alim. Hadis riwayat Tabrani. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa fi ithnataini rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali terhadap dua orang. Satu orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia memberikan taufik kepadanya untuk menghabiskannya dalam kebenaran. Dan dua orang yang diberi ilmu agama oleh Allah, lalu ia pun mengamalkan dan mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak boleh iri kecuali terhadap dua orang. Satu orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia memberikan taufik kepadanya untuk menghabiskannya dalam kebenaran. Dan dua orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah, lalu ia pun mengamalkan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dalam hasad atau iri di hadis atas adalah ghibtah, yaitu keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu seperti yang dimiliki orang lain tanpa menghendaki itu hilang dari saudaranya. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari ilmu. Insyaallah apa yang kita harap kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunuba wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ij'alna muqimina as-salati min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma hdina wahdi bina wahdina jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.